يا ناس خلاص تعبت من كتر التفكير في الاكل والشرب والتحالي وكل حاجه. بجد زهقت جدا، ويا ريت حتى عاجبهم. اعمل كذا مش عاجب، واعمل كذا مش عاجب، واغير لهم واشكل لهم مش نافع. وكمان جاي لي ضيوف، معاهم كمان اطفال، ويعني كبار وصغيرين. فقلت افكر اعمل حاجه تنفع للصنفين الكبار والصغيرين. قلت احط الموز مع مش هقول طبعا دلوقتي. آه طب قشطه، حلوه الفكره دي، تعالوا نشوف الطريقه. يلا بينا. السلام عليكم دلوقتي. كوكينا، أكلتك علينا. تعالوا بقى نشوف عملنا المهلبية السهلة المغذية المبهجة الحلوة الطعمة دي ازاي. بمكونات سهلة جدا وجميلة قوي، ان شاء الله تعجبكم. تعالوا بقى نشوف الطريقة، بس قبل ما نبدأ في الطريقة تعالوا نصلي على النبي. اول حاجة انا جبت كسرولة فاضية او ممكن حلة فاضية عادي. حطيت فيها كوباية لبن برد عادي، مش مش سخنة قصدي يعني. وبعد كده حطيت معلقة كبيرة من السكر. وبعد كده حطيت معلقة كبيرة نشا. كل ده على بارد زي ما قلت لكم. وهقلبه بس النشا بس لحد لما يدوب. وبعد كده حطيت موزة مهروسة. وعايز اقول لكم كمان تنفع لو عندكم موزة مستوية، هتنفع برضو. موزة مستوية او عادية. يعني انا كده حطيت ايه، كوباية اللبن عليها كوباية سكر عليها كوباية نشا عليها موزية. ده المقدار المظبوط. وهقلبها كده برضو على البارد. كده الطريقة خلصت على كده. بس انا طبعا ايه كنت عايزة اخليها تبقى ليها لون كده ومبهج بقى، عشان كمان خصوصا الاطفال ترضى تاكلها. حطيت لون طعام اصفر، هو مش لونه اورنج، هو بيبقى لونه كده اورنج وبعد كده بصوا بيبقى لونه اصفر عادي. هقلبه كده قبل ما اشغل النار. او هفضل احط كده شويه بشويه لحد لما اوصل للدرجه اللي انا عايزاها. قلبته كده وخلاص بقى هشغل كده النار. وهفضل اقلب فيه لحد لما النشا يستوي معايا. هعرف ازاي انه استوى. اهو هيعمل فقاقيع كده فقاقيع. يبقى كده استوى تمام. هسيبه بقى يهدى كده شويه وهقول لكم هيحصل ايه بعد كده. كده خلاص تمام. هجيب بقى دلوقتي بقى انا ايه، طبق او كوبايه او اي حاجه. هي ممكن ما تعملوش كل الخطوات دي، ممكن تحط المهلبيه على طول. بس انا هحط كده بقى بسكوت ساده عليه مكسراه. اهو بالشكل ده. هحط طبق او طبقتين من بسكوت الساده، او اي بسكوت تحبوه. تمام كده. بيدي طعم حلو جدا على فكره برضو. هحط كده طبقتين مثلا من المهلبيه. انا خليته يهدى بسيط بس علشان ما يسيحش البسكوت معايا. وخليته يبقى دافي شويه عشان اعرف افرده. وهحط دوت سوداني مطحون او دقاب قدرون او اي حاجه. هحط كده برضو حبه كده منه معلقتين ولا حاجه. وهحط طبقه برضو من المهلبيه تاني وهعملها كده يعني ارجها عشان تتفرد معايا بالشكل ده. بس بقى وقلت برضو عشان يبقى شكله حلو. اهو. حبيته برضو يهدى شويه بس شويه قبل ما احط ايه الحاجات المبهجه الحلوه دي. عشان ما يسيحش معايا يعني، بس هو كان دافي شويه عشان كده هتلاقيهم سايح شويه في الاخر مني. حطيت بقى شوكوبون كده بطريقه عشوائيه يعني. بتاع زمان بقى والشوكوبون الجميل ده. فكرنا بايام زمان. حطيتها كده بطريقه عشوائيه. بعد كده حطيت كده شبه نجوم كده من عند المستلزمات الحلواني. بصوا بقى الجمال، وحطيتها طبعا في التلاجة لحد لما جمدت معايا بالشكل ده. قلت اوريها لكم من جوه بقى. طعمها تحفه جدا يعني، الموز بقى مع السوداني مع البسكوت. طعمه حلو جدا بجد. بصوا كده، بصوا من جوه بقى كمان لما خدت البسكوت معاها والسوداني طعمه تحفه يا جماعه بجد. يا ريت تجربوها بقى، هتعجب عيالكم عشان حتى لو محدش عايز ياكل موز ولا حاجه. حلو قوي للاطفال الصغيرين كمان 6 شهور. تعالوا بقى نشوف الختام. يا رب تكون الطريقه عجبتكم. وعايزه اقول لكم هي شكلها مبهج جدا وطعمها جميل قوي. يا ريت تجربوها. ما تنسوناش بقى في اللايكات والاشتراكات والتعليقات الحلوه اللي زيكم. كانت معكم ايمان مجدي من قناه كوكينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.